فتحت الباب د الموبل وكنتفاجئ بالصوت الغوات د العيالات. شويه كنشوف واحد الدري صغير طالع هابط في الشانطي وهو كيغوت بابا بابا بابا. زدت شويه وبداو كيبانوا لي الناس مجموعين على شي حاجه، واللي شاد في راسو واللي جالس بقوه الصدمه. ما نكذبش عليكم، ما تصدمتش ملي عرفت داك الراجل اللي في اواخر الربعينيات واللي عنده اعراض ديال مرض نفسي تلاح من الكاتريام ايطاج. النص فينا احنا المغاربه مريض مرض نفسي، يعني من كل 10 5 كيعانيو. المشكله الكبيره انه عندنا واحد النقص كبير في الوعي بهاد الامور، لدرجه انه كيجينا عيب اننا نكونوا مرض ولا كنعانيو نفسيا. شحال من واحد كيكون عنده غير اعراض اكتئاب وكيرجعوا للمجتمع هبيل، وشحال من واحد كيعاني غير من نوبات قلق وكيرجعوا للمجتمع حمق. معدل الناس اللي كيساليو الحياه ديالهم طالع عند الرجال اكثر من العيالات، حيت المرأة عندها المناعة ضد الأمراض النفسية اللي هي الغوسيب ولا المعاودة حمام العيالات. هاد النوع د الهضرة بالضبط هو اللي كتفاجئ المرأة على راسها به وكتعبر على كل داك الضغوط النفسية اللي كتعاني منها. عكسنا حنا الرجال، كتلقى صاحبك الاكتئاب كياكل فيه من الداخل كل نهار، كيطيح منه نص كيلو بسبب القلق، وفاش كتجلسوا نتا وياه كيقول لك حكيمي هو اللي يستاهل البالون دور ونيمار خرج على راسو ملي مشى لسانتوس. شوف بعدا غشنو واقع لك انت، عالج غا راسك ودوي على داكشي باش كتحس، عاد شوف نيمار وحكيمي. السبب د هاد الكبت اللي كنعانيو منه كرجال في المجتمع المغربي هو اننا تربينا على جمله واحده: كون راجل وسكت. من الصغر ملي كطيح كيقولوا لك ما تبكيش انت راجل، ملي كتعصب كيقولوا شو كيدير بحال الدراري الصغار، ملي كتحزن كيقولوا لك انت راك راجل ما خاصش يبقى فيك الحال. وهذه هي بدايه القبر النفسي اللي كيبدا ياكل فينا من الداخل وكيسالينا قبل الوقت. واش عارف شنو كيوقع الواحد كيعيش حياته كامله وهو ساكت، كيكتم كل شيء، كيولي قنبله صامته، عنده ضغط نفسي مكبوت، حزن ما مفهومش، وفي نفس الوقت ما عندوش وعي وكيحاول يعيش الحياه وكأن كل شيء نورمال. عليها بزاف د الرجال مرض نفسيا ولكن ما كيعرفوش علاش، حيت كاين اللي كيقول ضربوني بالعين، كاين اللي كيقول سحرولي، وكل واحد وشنو كيقول. وهنا الكارثه، بنادم ما كيقلبش على المساعده وكيبقى شاد على راسو، كيلجأ الامور والحلول اللي كتخرج عليه بحال المخدرات، العزله والعنف، وكتوصل لدرجه يسالي حياته. وهنا بغيت نقول لكم بلي الرجله ماشي هي تكبد داكشي اللي كتحس به، بل هي تهضر مع راسك وتقول انا راه ماشي هو هذاك، خاصني الحل. وما كنقولش بنادم يمشي عند منواله ويبدا يعاود له راني مكتئب راني كذا، حيت ما تجيكش غريبه الا بنادم قليل الوعي والتربيه بدا كيضحك عليك ويزيد يكمل عليك. بل سير دوي مع والديك الا كانوا من النوع اللي كيعطيوك الخاطر وكيسمعوا لك. سير عند عشيرك اللي كتثق فيه، قول له باش كتحس بينك وبينه، ما كيهمش شكون. اهم حاجه هي تخوي قلبك وداكشي اللي عندك لداخل على شي حد اللي كتثق به وعارفه ما غيشوفش داكشي ضعف فيك.